السلام عليكم متابعي برنامج بالعربية في قناة الأفوانت. أهلا بكم إلى موجز أهم الأنباء في السنغال، يقدمه لكم عبد العزيز جوب. ما شأن الولد يؤاخذ بجريمة الوالد؟ هذه طفلة تبلغ من العمر 6 أشهر تم العثور عليها في بكين، وهي داخل كيس مليء بالنفايات، ولحسن الحظ تم التقاطها قبل إلقائها في شاحنة القمامة. دعا رئيس الجمهورية ماكي سال في خطابه خلال أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش بسلام جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل. وقال فيما يتعلق بمسألة إفريقيا إن إفريقيا تحتاج إلى تمويل إضافي لا يقل عن 250 مليار دولار قبل حلول عام 2025 من أجل مواجهة الصدمة الناتجة عن وباء كوفيد-19 وبدء انتعاشها الاقتصادي. وأصر على أن المساعدة الانتمائية وحدها لا يمكن أن تلبي احتياجات قارة يزيد عدد سكانها عن مليار نسمة، ولا يزال يتعين بناء الكثير فيها. تم دهس شرطي يدعى لمن كاميرا على متن دراجته النارية الشخصية من قبل سيارة جاغانياي، ما أدى إلى مقتله. وقعت المأساة أمس الخميس حوالي الساعة 8 مساء على الطريق السريع بالقرب من مدينة بامباي، وبحسب مصدر مطلع لم يكن الدرك الراحل في الخدمة وقت وقوع الحادث. تم العثور على جثة أول رئيس لمحكمة الاستئناف بزيغانشور السيد موسى حبيب جوب في منزله صباح يوم الجمعة. وحسب السلطات إن أسباب موت الرئيس مجهولة، وسيتم فتح تحقيقات للكشف عن ملابسات القضية. أعلن تشيرنوبوكوم شكواه ضد فاطمة نجاي زعيمة حركة فوتا تامبي، وتتهمه فاطمة نجاي بالحصول على 200 مليون فرنك إفريقي مجهول مصدر. وفي هذا الصدد يحذر زعيم حركة أجير فاطمة نجاي من العبارات التي ترددها قائلة: ليس لتشيرنوبوكوم إلا الخرس، لأن لدي الكثير من المعلومات المساومة ضده، عليه فقط أن يخبرنا عن 200 مليون حصل عليها. السنغال بطلة إفريقيا، فاز منتخب الأسود على مالي بهدف مقابل 0 في نهائي النسخة الأولى من بطولة إفريقيا للصم. مسابقة جرت في كينيا، الهدف الوحيد في المباراة سجله خادم مرو من ركلة جزاء في الدقيقة 25. نهاية الموجز، والسلام عليكم ورحمة الله.